السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى حد فكر شكلها ايه كان مصر زمان؟ الزمن اللي انا اقصده مش زمن قريب بالتأكيد. انا بتكلم على زمن كان لسه البشر يعني بيجوا مصر او بيسكنوا مصر لأول مرة. لكن يجوا يسكنوا، ايه الحكاية بالظبط؟ ايه هي حكاية مصر وازاي ابتدت؟ ازاي بقت فعلا هي مصر المحروسة؟ يعني هل ممكن نتخيل شجر الصفصاف والكافور والجميز، زهور اللوتس وأوراق البردي وهي بتتهادى على صفحة النيل؟ وكان النيل نفسه بيعلن غضبته الصيفية، وكان بيطيح بكل شيء في مساره، وبيستمر الحال ده لغاية ما يرجع هادي وحكيم زي ما تعودت أرض مصر. المشهد ده أجيال وأجيال ما شافتهوش، لكن أنا اكتشفت إن هو موجود في أقدم قصة مصرية، أو قصة الجبتانة اللي كتبها الكاهن مانيتون السمنودي. يا ترى إيه القصة دي؟ يا ترى إزاي اتكونت مصر؟ قصة مانيتون الحقيقية بتبدأ لما عثر عليه وهو في سن 5 من عمره، لما سلمه فلاح لمعبد بمدينة منديس في الوجه البحري في زمن البطالمة. واستطاع مانيتون إن هو يتعلم في جامعة اسكندرية ويستفيد من مكتبتها القديمة، واطلع على كتابات الكثير من الشعوب. عشان كده أمروا بطليموس الثاني بكتابة ملخص كامل لحكام مصر من عصر مينا موحد القطرين إلى الإسكندر الأكبر. ونقدر نقول إن مانيتون هو فعلا أبو التاريخ المصري الحقيقي، وإن هو لولاه كان ضاع الكتير، واعتقد المرء إن مصر مجرد بلد من البلدان. يعني 7000 سنة اللي هم اتكلموا عنها دي اختزلت كتير من المقام المصري الرفيع في التحضر والتمدن. وعشان نعرف كده لازم نعرف الجبتانة أو القصة اللي كتبها مانيتون، واللي قرب فيها من أرض مصر بالصوت والصورة والإحساس. هو فعلا في الرواية دي ترك مهمة التاريخ للتعريف، وكتب عشان ما تتوهش الحكايات والأجيال، وعشان يحكي القصة الحقيقية للسلالة المصرية. وفي الجبتانة ما كانتش البداية إلا ماء وضباب، وبدأ النيل يفيض مرة واحدة في العام، وسكنت سلالات النيلوس أو الجبتوس في البراري المصرية، خاصة براري غرب النيل. وبالرغم من مخاطر المسوخ المسيطرة على أدغال النيل، فكرت قبيلة جبتو اللي كانت بتسكن في المكان ده في الاتجاه شرقا، وإلا تعرضت للفناء على أيدي المتوحشين. وكان في نداء يردده أفراد القبيلة في ترحالهم بغرض التعارف، كان النداء ده هو جبتو جبتو. وبتنجح العائلة أو القبيلة في الاقتراب من النيل مع زعيمهم جبتو مصرايم الأكبر سنا وخبرة. وكانت المسوخ والتنانين ووحوش الأوتان وأبو الهول كانوا بيسكنوا في الهضبة البيضاء المطلة على النيل. وعشان نعرفهم ايه دول، يعني هي المسوخ كانت كائنات نصف بشرية، أما الأوتان كانت مسخ من القرود، بينما كان أبو الهول مسخ من السباع أو الأسود، وكانت تقوم بخطف الناس وقتلهم. لذلك اجتمعوا الجبتيون عند تلة مرتفعة، وحفروا يعني شيء أشبه بمربع اقترب من مساحة فدان، وقطعوا الأغصان ووضعوها متلاصقة على هيئة سور، وسابوا مدخل مموه محدش يقدر يمر بيه إلا إذا صار على يديه وركبتيه. وبكده بدت الحياة جميلة. كان الجميع بيصحوا الصبح على شقشقة الطيور، وكانوا بيسمعوا صوت أفراس النهر في البحيرة والنيل. ما كانش فيه شيء بيعكر صفو حياتهم، إلا إن حصل في يوم واحد إن غلام مات بعد ما لدغته أفعى، فحفروا له خارج المعسكر ووضعوا الصخور فوق قبره حتى لا يصل إلى جسده حيوانات الليل النابشة. موقف عابر، كان ممكن الحياة تكون جميلة جدا وتستمر على الوضع ده لغاية ما حصل اللي حصل.
لكن مش ممكن الحياة تستمر على وتيرة واحدة. في أيام صعبة وأيام جميلة. يوم واحد، لا، هي ليلة واحدة. كل المشهد ده انقلب رأسا على عقب. ما كانش فيه حاجة موجودة غير أصوات صراخ واستغاثة، وما كانش حد موجود غير جبته الصغير. هو واحد من نسل جبته مصرايم. يا ترى ايه اللي حصل؟ ليه كان في صراخ واستغاثة؟ هل اللي حصل ان المسيح والتنانين دي هجمت على القبيلة وان القبيلة كده مبقتش موجودة وان القصة انتهت؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله. المرة الجاية منتظراكم. المرة الجاية. سلام عليكم.